يا عشاق كرة القدم، لا يمكنكم تفويت هذا. الفرق العربية تبدع في تصفيات كأس العالم. أولاً منتخب مصر. حققت الفراعنة فوزاً مهماً على إثيوبيا بنتيجة تيسس. تألق محمد صلاح بهدف رائع، وأحمد سيد زيزو حسم النتيجة. مصر الآن تتصدر مجموعتها بفارق 5 نقاط. بعد ذلك منتخب المغرب. أسود الأطلس زأروا بقوة ليهزموا النيجر لينا خايف. إسماعيل صيباري سجل هدف التعادل، وبلال الخنوس خطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة. المغرب متربع على قمة مجموعته بفارق 60 نقاط. الجزائر تحلق عاليا. بريك تايم بوتفاي 5. انتصروا على بوتسوانا بنتيجة 3-0 مع هدفين لمحمد أمورة وهدف لأمين غويري. الجزائر تتصدر مجموعتها بفارق الأهداف. ماذا عن تونس؟ لم يلعبوا هذه الجولة، لكنهم يستعدون للمعارك القادمة. هل سينجح نسور قرطاج في الوصول إلى كأس العالم 2026؟ التصفيات تزداد إثارة. برأيكم من سيضمن التأهل مبكرا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمزيد من التحديثات.